بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما بينت في الفيديو القصير اللي عملته امبارح، إن شاء الله هنشوف كل الكلام اللي قالته السفيرة بالتفصيل. بس ليا طلب صغير منكم، صغير جدا بس واجب لازم يتعمل. كلنا نزغرط زغريطة حلوة حلوة قوي قوي. عشان دي عشان لمين دي؟ عشان للسفيرة وبنت السفيرة. زغريطة، ما هي قالت زغريطة حلوة رنت في بيتنا. شفتوا قد ايه مدى الحقد والغل اللي عند السفيرة وبنت السفيرة، لدرجة ان عشان بنتها تروح بيتها تطلع بالفيديو ده وتخرج علينا تهدد اختها وتعيبها وتقول لها كلام شكل التبلي اللي تبلوا بيه قبل كده عليها، وكأنهم قاعدين يلتقطوا اللقطة اللي تيجي ما يفوتوهاش، وفاكرين انه كل يوم والتاني هيعملوا ترند يرسموا لهم الخطة ويخططوا لهم اللي بيخططوا لهم، وهم مصدقين نفسهم. وطلعت السفيرة على مين؟ على اختها كالعادة. حلمية طالعة تفرح الجمهورية اللي مصدقين نفسهم ومصدقين ان عندهم جمهورية، اللي بيسمعوا ويتبعهم وبيقولوا بيرددوا افيهات مش بتاعتهم، وعندهم امل وفاكرين قوي ان هم هيوصلوا زي حمدي. الفيه بتاع حمدي جمهورية حمد ووفاء ويا سيدي. طالعه بتهني الجمهورية اللي هم فاكرين نفسهم بجد كده، وبتقول لهم افرحوا افرحوا لبنتكم. بنتكم يا رامين مش روحت، ده ما كناش مصدقين. وبعدين ايه؟ اجا ابو احمد الغالي، الراجل المحترم، الراجل المحترم اللي كان قاعد بيستنى حد يجيله. طيب انت كنت مغضبها ليه اساسا لما انت فاهم وعارف ان هم كلهم غلطانين، بما فيهم السفيرة وابوها واخوها وهي اللي شالت الليلة. يعني انت عارف اهو ان هي ملهاش دعوة باللي بيحصل. طب مغضبها ليه؟ مغضب وردة بيتك ليه وقلبك ليه؟ يعني انت فاهم اهو، عارف ان ملهاش دعوة، مع ان كل اللي بيحصل من مشاكل في عيلة داوود سببه نارا مين؟ الوردة اللي انت خدتها، اللي هي وردة قلبك ووردة بيتها، ام احمد وعمر ومريم. لكن محمد لا، مش ابنها ولا فاكراه. حلمية الحنين اللي مريم قاعدة عندهم عشان هي وطارق حنينين شوية، فمريم الحنية قاعدة عندها. لكن محمد طبعا مش على بالكم. وان شاء الله اللي هيجيب اجالكم هو محمد اللي انتوا ناسينه ده، وبكره الايام تفكركم. اصل لازم حق زاهية يخلص منكم وبحد منكم فيكم. فانتوا بتكونوا القنبلة اللي ان شاء الله باسلوبكم معاه ومقاطعكم ليه ومش على بالك انتوا امه. الوردة المفتحة اللي طالعة عملت دور في الكام يوم اللي قعدتهم عندك دول يا حلمية، ما عملتوش اجدع واشطر ممثلة يشهد لها بانها البطلة او انها نجمة النجوم. عملت ادوار يعني هتفضل مكتوبة في تاريخ اليوتيوب وبين عيلة داوود. انت بتقولي لعيلة داوود يا حلمية ما حدش اتبهدل الا بنتي خدت كوفها كتير قوي. من ايه؟ مش من قلة ادبها؟ هتقولوا انت قلة ادب؟ ولاد زاهية بيطلعوا عليكي يا حلمية زي ما بنتك وقبل كده ابنك طلع على خالته، وبيعملوا معاكي المؤامرات اللي ابنك وبنتك بيعملوها مع زاهية. ولاد زاهية انت بتقولي اللي يجي فيهم هو يجي فيهم، ما فعلا ما يستحقوش، لكن هيفضلوا ولادك كده عاملين زي الغلتاية اللي قرفة العيلة بحالها بقلة أدبهم. وما بتقوليش لهم عيب، ده اخواتي. طلعت دلوقتي وتقولي ما حدش يجيب سيرة نارا مين، مع ان اللي جاب سيرة نارا مين القنوات اللي انت طلقاها على اختك اللي من 4 سنين بتقول انت شايلة انت فيك كتير ومن 4 سنين وساكت. انت بتضحكي على نفسك ولا بتضحكي على مين؟ انت طلعت كده الايام دي في ادوار مش بتاعتك خالص، زي ما تقولوا ما يحكمش فيكوا حاكم ظالم. انت اللي ما يحكمش، اللي بتدعي بالدعوة دي. طيب اللي بيتعمل في اختك بسببك ايه؟ انتوا الظلم نفسه يا حلمية، انتوا الظلم نفسه. وطلع على اختك اللي خلتك حلمية معاها الملايين اللي انت بتداريها.
خلتك حلمية معاها الملايين، طلقة عليهم اللي بيحطموها ليل ونهار، واللي مورينها كفوها فعلا بزيادة وزيادة كمان. وتطلعي تقولي ايه؟ انت بتقولي ان امك غضبانة عليك، امك راضية عليك غضبانة عليك. الام مش هتكره ولاد، لكن هتفرق جامد قوي قوي. ده كان باين وظاهر للكل، غير امك على زاهية عنك وعن غيرك وعن غيرك. ما هي ازاي زاهية طبعا. زيدي على كده بقى يا حلمية وانت تقولي ايه؟ داني اللسان واللي بجيب واللي بجيب. والله لولا الفلوس اللي مقعداكي من يوم ما ظهرت لغاية الوقت وقال لك ما ترديش، ويأجروا القنوات منها البتاعة اللي ملهاش لازمة دي ولا لها أي سعر ولا أي كينونة، وعملوا منها شيء. وده اللي بلومه على زاهية من الأول، وعلى الحاج مصطفى الوقتي، وعلى شيران، وعلى أي حد يرد عليها، على اللي مسماها دي قلة القيمة. أنا الوقت هي كانت حيزبونة بقت قلة القيمة. اللي يقرب منها قيمته تتقال يا جماعة. انتوا بتعملوا لها قيمة ووضع ليه؟ طلقة عليها وقبلها كانت أم حودة وشمس واللي ذكرتهم قبل كده في الفيديوهات، وانت حاطة نايمة على جنبك ومرتاحة، وما انتش حاسة خالص بأختك. حسيت الوقت واتأثرت ببنتك خلصت حسابها مع خالتها زي جوزها ما كان بيقول لها. روح خلصي حسابك خلصت حسابك يا نرامين يعني، وارتحت ورقتي وروحت ان شاء الله باذن الله. ما عادش هتخطبي بعد كده، وما هتكونش سبب خالتك. بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه يا حلمي، ربنا بيسيبش. وبكره هنشوف وهنتفرج على نرامين. احنا مش بنتمنى لها حاجه وحش، لكن انتوا بتضحكوا على نفسكم بالقوي، مصدقه نفسك يا حلميه وعايشه في الدور. وانا اللي بقول لك اهو، ربنا ما بيضحكش عليه. ودي كلمتي يعني، دي كلمتي انا من يوم ما ربنا خلقني وفهمت يعني ايه حلال وحرام. ربنا ما بيضحكش عليه. مش انت اللي تقوليها، لا ده انت سامعاها مني في فيديوهات يا حلمية. ربنا ما بيضحكش عليه، وعشان ربنا ما بيضحكش عليه اوعي تفتكري البهالة والاهواله اللي انت طالعه تعمليها 700,000 مره دي، والمسكنه دي وهعيط ومش عارفه ايه، وتتعملي وتشالي وتتحطي وزي بنتك كده ترسمي وشك وتطلعيه وتنزليه. اوعي تفتكري ان ده هيخيل على ربنا. والله يا حلمية حق زاهية هيخلص منك انت وولادك. وزي ما قلت لك كده، ربنا بيرفعكوا عشان لما ياخدكوا اخس عزيز مقتدر انت والقنوات اللي انت طلقاها بمراسلة بنتك ومراسلة ابنك اللي هيموت عشان ولاد خالته بعدوا عنه وعندهم ألف حق. ومن هنا بقول لك يا زاهية اوعي لو اتصالحتوا في يوم من الايام ولادك ونبيه عليهم. الحوارات اللي بتحصل دي مش بتاعتكم يا زاهية. اوعي تسيبوا ولادك يرجعوا تاني زي ما كانوا مع طارق. ده واد قول عبان وبيشتغل شغل امه بالظبط. هم مش مهم عندهم الرحم ولا هي حاسه بيك اصلا يا زاهية. انت بتندني في ملطه. هي طلعت الوقت تقول يا جماعه ما حدش يتكلم عن نرامين اللي جت حطمت الدنيا في شهر ولا في قد ايه. قعدت هي في 10 ايام كانت قلبة الدنيا رأسا على عقب. دي بنتك يا حلمية اللي بتطلبي من الناس، وليه وكل جاي عليها من ايه؟ حد في العيلة لسانه طويل زي بنتك؟ حد في العيلة بيبلغ كلام لقنوات بيسموا نفسهم قنوات نقد، قنوات حشرين نفسهم في اللي ملهمش فيه، قنوات فساد وإفساد، قنوات ضلال. انتوا والمتابعين بتوعك اللي معروفين على اليوتيوب كله. حد حشر نفسه كده زي بنتك؟ حد حاطط نفسه كده لدي ولخالها ولخالتها وقلة أدبها دي؟ بتقولي اللي يجي في ولاد ويجي في ولاد ويجي في ولاد يجوا فيا. ما هو شيء طبيعي لازم تقولي كده، لأن هما فرق جامد بينهم وبين ولادك. حد فيهم بيوجه لك كلمة؟ كل اللي بيحصل منك ومن القنوات اللي انت زقاها انت وبنتك وابنك على زاهية ده، حد من ولاد زاهية طلع وجه لك حرف؟ طلعوا قالوا كلمة؟ ده الأدب يا حلمية. فرق بقى، شفت الفرق بقى بين ولادك وبين ولاد زاهية؟ عشان تطلعي تقولي هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم دي ادبهم بيفرض نفسهم على الكبير فيكم والصغير. عملوا معاكي زي ما انت عامله انت وولادك في زاهية من 4 سنين دلوقتي. سامعه القنوات اللي بتسمم في اختك ليل ونهار من 4 سنين وما طلعتش طلعه زي دي حلمية اللي كانت هي بتقولك عليها من يومها. اطلعي عشان ننهي المشاكل دي وهي تشوف رزقها وانت تشوفي رزقك. لكن لا، هي ازاي انت ما صدقتي خطفتي لقمه وبتقولي انت عملتي فيها ايه؟ انت حراميه.
سرقتي مجهودها سنتين واسم عملته وطلعتي عليها معرفتهاش، وياتك بقى لما خدتي وعملتي تقولي للقنوات اللي بقى اللي طالعين يطلعوكي الخضرة الشريفة اللي ما بتغلطيش واللي معصومة وكله على اختك ويغلطوا في اختك ويشوهوا في اختك، تقول لهم بقى كفاية خلاص واقتنعتي باللي انت عملتيه بسبب اختك واللي انت خدتيه بسبب اختك واللي انت فيه الوقت بسبب اختك. لا، مملاش عينك، انا لازم اصغر اختي واتفسها وانا اللي ابقى حلوه، انا اللي ابقى اللي ما حصلتش ولا اتاثرتي ولا حاجه وجعتك من ناحيه اختك واتاثرتي عليها من السم اللي بيأذوها بيه ليل ونهار، موقفين بيه قناتها وموقفين حالها وانت عامله من بينها لا انت سامعه ولا انت شايفه، زي ما اتاثرتي على عقل امها اللي هي سبب المشاكل وسبب كل حاجه بتحصل في عيله داوود، سبب القلق والقلبان لانها رايتر بتبلغ القنوات اللي ما عندهمش ضمير، قنوات قله القيمه، قنوات وعلى رأسها قلة القيمة الحيزبونة، ويتفقوا على خالتهم اللي انت بتقولي انا ما قلتش، انا قلت كلمة لعيالك، انا عملت في عيالك، تقولي لعيالها ايه؟ كل اللي بتعمليه انت وولادك ده في خال زوزو، حد من ولاد زوزو طلع قال لك انت بتعملي كده ليه ولا عملت كده ليه؟ تقولي لهم ايه؟ تجرؤوا ايه؟ وبتدعي ادعاءات وعايشه نفسك فيها ومصدقه نفسك وفاكره ان الهبل زي اللي حواليك الضلاليه دول هيصدقوك وان الناس هتصدقك، جمهوريه وطالعه في الدور وعشان ايه؟ يعني الناس تحبك بالعافيه، الناس تبقى حواليك بالعافيه، لكن لا، اللي حواليك كلهم شويه ضلاليه ومش مقياس لاي حاجه، عايشه في دول اللي يجبر خاطر اللي يجي لك على الباب كده ربنا اللي هيوقف اللي يجبر خاطرك، زي اي حلميه زي بالظبط كده ما جبرت خاطر اختك الكبيره البث اللي اتحذف انت وبنتك عقل امها، بنتك اللي ما انتش مصدقين ان هي صلحت وروحت، بنتك اللي ما حدش قال فيها حاجه، انت وقنواتك اللي انت زقاهم على اختك انت واولادك هم اللي كلموا في الكلام، وامك لما قالت لك بتقول لك بنتك اتطلقت انت السبب في طلاقها لان امك عارفاكي، اظن مفيش حد في الدنيا هيعرف عياله زي الام، امك عارفاك وعارفه ان طيشك وعارفه انك صعبه وان جاء اسلوبك وطريقتك هي اللي طلقت بنتك، وبعدين بدليل ان لما طلعوا على امك وقعدوا يقولها ليه تقولي كده على السفيره اللي يعتب عليا يشوف عنده واحده زي حلميه، ودي فاكره يا حلميه تقول امك راضيه عليكي يا زاهيه وغضبانه علينا، عمر رضاها عليك ما هيبقى بقدر رضاها على زاهيه، عمر، لان زي ما اقول كده انت واضحه ما يجهلكيش الا الجهلاء اللي جنبك اللي عايزين يعيشوا في الدور زي ما انت عايشاه كده ويصدقوا نفسهم ان انت الخضره الشريفه المعصومه اللي ما بتغلطيش ابدا، وانا والله بقول وباكد تاني وللمره الالف والمليون انك يا حلميه شلقه، لكن اللي كارهين نفسهم اللي مراعيكم من الاول وعايشوكي في الدور وانت صدقت نفسك وعشت فيه، لكن بتيجي بقى يعني كل فتره كده الموقف اللي يطلعك ويظهرك على حقيقتك، منها الموقف اللي حبست فيه اختك والموقف اللي اتهجمت فيه على امك والموقف اللي احنا فيه الوقت، كنتوا كامدين على نفسكم لما بس نرمين تراوم وتطلعي بقى تظهري حقيقتك اللي انت واهمه الناس بغيرها واللي ما يجهلهاش غير الجهلاء اللي حواليك زي ما قلت لك شويه الضلاليه اللي معايشينك في الدار ومصدقه نفسك، طالعه تقولي جبر الخاطر، جبر الخاطر ايه؟ ده انت لسه في انت وبنتك اول ما اختك دخلت عليك كسرتوا خاطرها، اختك الكبيره اللي بتقعد اختك الكبيره زي امي وضربتني وضربتني بعد ايه؟ بعد ما حقيقكوا برضه طلعت منكم كده جايين تصلحوا بس على مين؟ ده انتوا اصلا يعني لو مجهولين انتوا ظاهرين ومعروفين، جبر خاطر لمين؟ وتقولي ولادك غير العيال اللي في العيله كلها، ولادك لسانهم زفرقله على الكبير والصغير وانت مصدراهم، انت بقى بعدت ورا وعايشه دور اللي ما بتغلطش، دور اللي متأمثله قوي وايه ومصدراهم، بس في وقت بقى ما بتبقى يعني خلاص حقيقتك خلاص ما عدتش عارفه تداريها بتطلعي الطلعه بتاعتك دي، ده جبر الخاطر. وزي ما قلت لك كده ابن بنتك اللي انتوا ناسينه خالص والحنان كله لمريم والدنيا كلها لمريم والابله ورده بيت ابو احمد وام احمد وام عمر، ان شاء الله هو القنبله الموقوته اللي ربنا عينها لكم عشان يخلص حق زاهيه ويخلص حق الدنيا اللي انتوا ظلمتوها منكم ان شاء الله. انت ما صعبش عليك اختك ابدا، طالعه الوقت محموقه ومزعوطه
وتتهمها برضو بنفس الاتهامات وهوجعك زي ما وجعت بنتي. قالت لك ايه؟ يعني هو اللي قالته امك قالت لك مطلقه وانت السبب، طالعه بتقول لك انت السبب بهوجائيتك وتشليقك وصعوبيتك، بتقول لك انت السبب في طلاقها. حتى لو زهقت وبعد كده قالت لك مطلقه ما قالتش بيها حاجه. طالعه انت دلوقتي طب ايه يعني لما تطلق وهي مخطوبه؟ ايه اللي يجرى يعني؟ انت نفسك بتوجعيها زي ما وجعت بنتك؟ محدش وجع بنتك الا انت. وطلقتها كمان وسايباها وطلقها على الصغير والكبير في العيله، فلازم تتوجع. رايتر بنت جمهورية حلمية بحالها، زي بتقولي كده، لا بنتكم بنت الجمهورية بحالها. ايه البهالة والشغل الضرابقة والشغل البهلوانات اللي انتوا بتعملوه ده؟ نرمين المفتاح، نرمين اللي ممشية ايه؟ والله احنا انا عن نفسي اتمنى ان هي تقعد معاك يا حلمية على طول وما تسيبك في شغل القناة. مش بتمنى ان هي ترجع من بيت، لا تبقى على طول معاك في القناة. ليه بقى؟ لان سبحان الله مكان ما بتحط بتجيب المشاكل، مكان ما بتحط بتجيب العتمه والاتمه. فوجودها معاكي يعني على خسائر ان شاء الله. اوعي تفتكري ان الترند اللي عدى ده هيتكرر تاني. دي كانت مره كده في غفله مين؟ الجمهوريه. انما ما عادش هتحصل تاني. فوجودها معاكي يا حلميه شيء يفرحنا قوي ويسعدنا. المفتاحه فتحت مين؟ ما هي بالنسبه لكم فتاحه برضه، ده لسان طويل. وابو احمد قال حاطينها في دماغه، اصل هي المفتاح ابو احمد ده يعني اللي بتقولوا فيه الشيعة، ما احناش عارفين له اي منواي. يعني هتطلع على اليوتيوب وراجل ماليش في اليوتيوب وماليش في الكلام ده وراجل ما حصلش، ولا هتطلع ولا ايه اخره ايه اوله، ولا بالظبط انتوا متفقين مع بعض ولا ايه بالظبط؟ وكان مستني حد من اهلك يروح لو كان قاعد ومستني، يعني هو كان مستني لما حد يروح له ويقول له انت اللي هي زاهية السبب ولا لا، عشان يرد عليه بقى ويعرفه. طب لما كرامتها غالية عليه قوي بالشكل ده غضبها ليه من اساسه؟ او ما جالهاش ليه على طول؟ ولا كان قاعد ياخد مع نفسه بقى ويدي بشكل ودي زي بتقول؟ اهو ده فعلا الهبل اللي في الجبل اللي بيقولوا عليه. واللي حواليك بقى شوية مطبلطية ضلالية، وانت عايشة في الدور ومصدقة نفسك. كلام تافه وكلام هايف وما يقنعش وما يعديش الا على ناس تافهين. طالعه تعيشي في الدور وتعملي انت المظلومه وانت الظلم بعينه يا حلميه. من يوم ما ظهرتي الوقت ظلمختك محموقه على بنتك ولا حسين طويل واللي المهم اكبش. بس هي مش جايباها من بره، ما هي اكفي الحل على فمها. انت وهي كتله حقد، ومش هترتاحوا ابدا يا حلميه ولا هتصفي لاختك الا ان اختك جرالها حاجه. كل يوم والتاني طلع عليها طلعة تقوي عليها القنوات اللي انتي طلقاهم عليها من يوم ظهورك على اليوتيوب لغاية دلوقتي. ولا راجعتي نفسك يوم وافتكرت في يوم من الايام ان هي اختك؟ في ايه؟ انت لو مكان زاهية اقسم بالله العظيم لا هتروحي تهبلي في المتهبل من اللي بيحصل لها من يوم طلعتك المشؤومة لغاية الوقت. وتقولها انت ما انا كنت باخدك واروح اجيب الهدوم قبل اللي بره ما يجوا، يعني معنى ذلك انت ما كنتش بتاخدي بقى ولا ايه؟ وبتقولي لها هي اللي زاهيه ان هي اللي ما اخلصتش وانت كنت ماشيه معاها وكتي. انت بتضحكي على نفسك ولا بقول لك انت عايشه الدور؟ مين اللي ما اخلصش ومين اللي خان التاني ومين اللي ما فيش قلبه رحمه للتاني؟ ده انت ما بتاخدلكش راجع يوم وتقولي كفايه بقى. هي قبلك وعامله القناه قبلك والقناه كانت كبيره بغير وجودك، ولما ظهرتي فقرت الدنيا بحالها وان شاء الله ربنا هينتقم منه. انتوا اكبر مثال للخيانه. وخيانه مين؟ خيانه الاخت اللي لمكوا وحواكم عمره لما جه اليوتيوب كانكم ما تعرفوهاش. طلعتي تجري على قناه سعرتي لما القناه راحت منك، وطلعتي تجري على امك هبلتي قناه لا تعبتي فيها ولا عملتي فيها حاجه، وجاتلك عالجاهز ومشيتوا ورا الضلاليه اللي قسوكي على اختك وقووكي على اختك وما ترديش وما تعمليش، وسبتي النهش في اختك من 4 سنين وطلعت تعيشي في الدور وتقولي اللي وقع عليا من 4 سنين. انت تستهبلي ايه الاستهبال انت عايشاه ده؟ وما يوقعش عليكوا عدو ظالم الكلام ده مش بتاعك يا حلميه. ما تعيشيش في الدور.
لا انت اللي وقع عليك عدمة الظلم بعين، انت الحقد بعينه. لو وقع عليك ظلم انت اللي موقعه على اختك الظلم من يوم ظهورك، انت اللي حقدك وحقدك وغلك انت وولادك هيحرقكم ان شاء الله. يعني هو زاد قوي قوي لدرجه باذن الله هيحرقكم الايام اللي جايه، وبكره هنتفرج عليكم. وابو احمد ابو احمد ابو احمد اللي عمالين تقفروه من يومها، المواضيع عنده عاديه يعني، وتطلع ما تطلعش ما تفرقش معاه ولا حاجه. وظهور نرمين يعني ماهوش للضروره ولا حاجه ولا عشان زعل، عادي بالنسبه له. والافوره اللي انتوا عمالين تافوراها من يومها ليه لغايه دلوقتي ما تلزمش حد اساس. ابو احمد اللي كان قاعد مستني حد يروح له وانت تقولي ما رحتلوش ليه؟ لانكم ما جالكوش عين من اي حلميه. هو ايه اللي حصل اساس؟ اللي حصل ده كله افتعالات منك ومن بنتك، ورزق الهبل على المجانين. يعني انتوا رزق لقنوات الهبد وقنوات العار، قنوات قلة القيمة. فربنا مسخركم عشان اللي بتعملوه ده يكون رزق لهم يطلعوا عليه وياخدوا وياكلوا قرش حرام. والمواضيع زي ما بيحصل في اي بيت، ولا ابو احمد ما انزلش ولا بنتك يعني معصومة وبتحصل مشاكل، لكن هي تلاكيك بتلككوا بيها على زاهية نتيجة حقدكم وغلكم وتبليكوا عليها اللي كل يوم والتاني وملوش آخر. وكانت بنتك واقفة يا تروح يا تتطلق. ذنب زاهية ايه؟ ذنب زاهية ايه يا مفتريين يا حقطة؟ ذنب زاهية ايه في اللي بيحصل ده؟ هي بنتك أول مرة وهتكون آخر مرة؟ بكرة نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة يا حلمي. مش شمات ولا بنتمنى لها حاجة، لكن زي ما قلت لك ربنا ما بيضحكش عليه. كون بنتك يا قاعده يا هتطلق يا هتروح، ده ما يخصش حد ولا بذنب حد، ده كله اشياء بعمايلكم انتم واللي ربنا عايزه هيكون. ونفس طبع طالعه برضو تهددي اخواتك كلهم، واللي هيجيب سيره بنتي واللي هيجيب انا عندي على العيله كلها. وبعدين تقولي مش هقول، يوم اقول يتقطع لسان. زي ما قلت برضو لزاهيه، تمني عليا اقول شيلتني شيلتك ايه؟ وزاهيه كانت اساسا قالت لك ايه عشان ترد عليها نفس الرد ده؟ ما احنا غلبنا نقول ان القنوات هي اللي جايبه سيره بنتك، لكن انت ما بتقريهاش صح. انتوا بتتلككوا ناحيه زاهيه اللي ان شاء الله باذن الله ربنا هيخلص حقها منكم قريب ان شاء الله. وعامله بقى ايه اليوتيوبر اللي ما حصلش، اللي طالعه تخفف عن الناس، والناس ما يعني اللي فاهم كفيها وعايزه تشوف حاجه تغير المول. مول ايه يا حلمي؟ زي ما قلت هبل في الجبل، واللي بيسمعوك شويه اقول ايه. وكمان طالعه تقولي لاخواتك ارجوكوا يا اخواتي وارجوكوا يا قنواتي اللي معايا ويا اللي ضدي ويا متابعين اللي معايا واللي ضدي، ما عادش حد يجيب سيره نرمين. طول ما نرمين لسانها طويل الكل هيجيب سيرتها، ولا تقصر لسانها وتحجم نفسها وتعرف وضعها كويس تقعد فيه. احنا كمتابعين لزاهيه ومحبين لزاهيه لما تجيب سيرتها وتطلع تطول عليها بنفس قله الادب اللي ظهرت منها المره اللي فاتت، الشويه اللي قعدتهم دول، وانت قاعده جنبها وما تقولهاش عيب، وطلعت تقولي انا عمري قلت لاولاد حد فيكم، هتقولي ايه؟ ما زي ما قلت لك كده، انت قاعده جنب بنتك وما بتقولهاش عيب. وفي الوقت نفسه اولاد زاهيه سامعين كل اللي بيتعمل ده، حد طلع فيهم ورد عليكي ولا قال كلمه حتى لبنتك ولا لابنك؟ وبعد ما بنتك روحت وضمنت بقى ان بنتك روحت، طلعت تقولي ايه؟ انت عارفه يا زاهيه انا انت عماله تقولي القعده العرفيه القعده وناسياه، والحاج دسوقي هو اللي فاكر. والحاج دسوقي قاعد ايه يعني فتح معاك على الاخر، بهدد وبقول انا فضلت لهم بقى خلاص يعني يخافوا مني. وكمان هو اللي بيفكرك باسم القعده وبيقول لك القعده العرفيه. طيب انت ناسيه ان هي القعده العرفيه اساسا اللي فطمك بقى يا حلميه وحفظك الجدول اللي طلعت تقوليه ده، ان كان هيبقى حكمك على اختك طردك من البلد. اللي حفظهولك مين؟ وهتطردي زاهيه من البلد ليه؟ قتلت لك قتيل؟ خدت ميراثك؟ عملت ايه حلميه؟ انت عايشه في الاوهام وشطح بك الخيال قوي انت وولادك. طيب اللي بيحفظوكي ويفطموكي ويقولك قولي ايه وعشان قال يعني تهددي زاهيه، يبقى راجعي نفسك في الكلام اللي بيقولوهولك عشان تبقي ايه، تبقى عارفه تقولي كلام معقول او ما تقوليش الكلام اللي مش معقول. مش تطلعي زي ما يحفظوكي كده تقولي على طول. انت عارفه يا زاهيه انا ما رضيتش اقعد في القعده العرفيه ليه؟ عشان كان هيبقى حكم عليكي طردك من البلد. يا سلام، ايه دي؟ ايه الفقاقه اللي احنا شايفينها فيكي دي يا حلميه واللي ما حصلتش قبل كده ولا شفناها؟
كلام كبير قوي 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 يعني، ده ما يتقالش في مجزرة قتل. يعني لو حصلت مجزرة قتل وعملوا قاعدة عرفية مفيش حكم هيبقى بطرد من البلد، وانت طالعة تقولي كلمة زي دي لاختك؟ ليه؟ بقول لك انت عايشة في وهم كبير قوي قوي. حكمك عليها الطردة من البلد؟ فوق يا حلمية، اوعي تفتكر الهيلمان اللي انت فيه ده هيدوم، ولا في حال اساسا بيدوم. ده الايام بتقلب وبيمر عليكي اللي ما كانش يخطر على بالك، واللي يعرفك ازاي تصوني جميل وازاي تحافظي على اهلك، لان اليوتيوب دايم ولا اي حال في الدنيا هيدوم. واللي يفرط في اخته بالشكل ده ومش حاسس بيها ودايما موقع عليها الاخطاء اللي هو بيعملها، وتطلعي يعني انت بتقولي وتتمسكيني وتتأهولي باللي المفروض اختك بتقوله واختك تقوله، من اللي وقع عليها من ظلمك ومن اللي انت عاملاه فيها انت والقنوات اللي بتتكلم باسمك او اللي حجتها ان تتكلم عنك. افتكري كويس يا حلمية ان هي اختك، وولادك يفتكروا ان دي خالتهم، وان اليوتيوب مش دايم، وان انت خطفتي منها رزق كان بيجي لها وسببتي في اذاها ومستمره لغايه دلوقتي. وبدل ما تشكري وتحمدي ربنا وتصعب عليكي وتقولي انت وهي ترزقي، انت بتضيقي عليها وبتحاربيها في لقمه عيشها اللي هي بتتعب وبتعمل اللي انت ما عملتيش عشان توصل لها. وافتكري كويس قوي زي ما قلت لك مفيش حال بيدوم، والافلام السينمائيه اللي تطلعوا تعملوها كل يوم والتاني دي انت واولادك، واللي مشجعكم على كده الواد اللي بيعمل لكم، الواد اللي بيعملكم اللي بيشغل لكم القناه برضو ده حاله مش هيدوم. ما تعرفيش ايه اللي في الغيب، ووقتها وقت ما يتغير الحال وان شاء الله ربنا ما بيرضاش بالظلم ولا حال بيدوم، وقتها هتعرفي ان الله حق، وهتعرفي ان دوام الحال من المحال، ولازم هيمر عليكي وقت يترد فيه اعتبار اللي انتي ضيعتوهم من يوم ظهورك لغايه الوقت. ايه يا اختي، انت كنت متعانل زي في البخت، بختها الاسود اللي قاعده من يوم ما ربنا خلقكوا لغايه دلوقتي بتحبيكي ومسعياكي، ويكون ده جزائها في لما ربنا كرمها وتعبت على شيء وعملته، تتحارب من المفروض هي اختها وهي اللي تحافظ عليها. اتقي الله يا حلمية بقى، واعرفي ان اهلك لا تهلك. زي ما بقولك اهو، بكره هنفكرك هيجي يوم وهيلويكي كده ويحوجك لاهلك اللي انت دوست عليهم تاني. والحال ما بيدومش، لا يوتيوب دايم ولا حاجه من دي هتدوم، لان اللي اتاخد بباطل هيروح بباطل وهيروح بسهوله. انت مشاتي ورا ام عمر والتانيه 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 وقبلتيهم يقووكي على اذى اختك اللي كانت سبب في ظهورك لام عمر وللاخرهم لغايه دلوقتي اللي ابو فهد والابله امل. ان شاء الله ده مش هيبقى يعني بعيد عن ربنا، وربنا مش غافل عنه، وبس كل شيء باوانه، ويمهل ولا يهمل يا حلمية. كل ده عند ربنا مسجل، وان شاء الله اهانتك لاختك وظلمك لها وقهرك لها هيترد لك اضعاف مضاعفه، لانك لغايه دلوقتي ولا انت داريه، انت بتتكلمي وكانك انت صاحبه الحق وكأن انت اللي مظلومه. طب ما ترفعي اذاك عن اختك، طب ما تسيبي اختك ترزق وتخرسي ألسنة الشياطين قلة القيمة وتصفي لاختك قبل اللي بيحصل ده بسببك وعشان خاطرك انت فيها. ازاي اللي بيكلموا كلهم قال ايه بيدافعوا عنك وانت في مظلمه؟ طب خليك انت في مظلمه يا اختي، سامحي وقربي من اختك واصفي كده وخلي قلبك صافي، وارفعي بقى عنها الواغش اللي مدعيين ان انت في مظلمه وبيكلموا باسمك وعنك. اخرك ايه يا حلمية؟ طالعه الوقت متأثرة قوي ومحدش يا حبايبي وجيب سيرة عقل امها ووردة بيتها. طيب اختك فين من اللي بيحصل ده؟ من انت لا لطشه كده او حبه كده صغيره على بنتك طلعت عملت عمايل. زي ما جاي لي تعليق على الفيديو الصغير اللي عملته امبارح، وواحده بتقول لي لسه هشوف هي مين يا مغيبه، اي ام تعمل كده عشان ولادها، ولو ولادي هعمل وهعمل. هقول لها انت بقى يا مغيبه المغيبين، قبل ولادي شفت اختي، او قبل ولادي عشت مع اختي، واللي ولادي هيشوفوه مني مع اختي هيعملوه مع بعض.
اتربينا ازاي وبنتصرف ازاي مع بعض وبنحب بعض، ولا بنخطف من بعض وبنغل لبعض، واللي يقدر ياكل التاني، ولا بنحب بعض ونحافظ على بعض عشان هم يعملوا زينا. يا مغيبة المغيبين، انت هتدافع عن ولادك وانت بتاكلي في اختك؟ طب هم هيعملوا في بعض، انت ما نفعتهمش، لان ده انتوا ده. فوق يا حلمية، فوقي بقى وفرنات اللي بيحصل ده كله من 4 سنين، وافتكري ان انت في اذيت اختك قوي قوي قوي، وان مفيش واحده طبيعيه بني ادمه طبيعيه تقبل كده على اختها بسببها. انت كل يوم بتسمعي قنوات وعارفه ان اللي بيرسلوها اولادك، ما تقولهمش عيب، ده اختي، ده خالقكم، المفروض ده كله ما يحصلش. وتطلعي كده زي ما طلعتي بقراءة النهارده وطالعه وباركولي وبنتكو رجعت بيتها ووردت بيتها وقلب جوزها والدنيا اللي انت عملتها دي، تطلعي الطلعه دي كده وتطلعي بقى يعني ما يهمكش بقى، لان الرزق بتاع ربنا، وفي الاول وفي الاخر هي اختك الاهم لو انت بتفهميها او يعني بتخافي ربنا. تطلعي بقى وتقولي ما حدش عادي يجيب سيره اختي، ما حدش يتكلم عنها باي حاجه، اختي مش عامله فيا حاجه، واختي شايفه شغلها وما شاء الله عليها ومحدش زيها. تطلعي بنفس الجراءه اللي انت طلعتها النهارده دي، وطالعه بقى ويا اهلي وبرجوكم، وتهددي اهلك وعندي اللي هقوله، وتقولي لاختك ده انا خايفه عليكي، كانت هتطردها بره البلد. انت عايشه في الوهم. فوق يا حلميه، فوقي واعرفي بقى ان الله حقي، لانه ربنا قادر يقول للشيء كن فيكون، واذا كان بيمهل مش هيهمل. وما شفناش واحده بني ادمه طبيعيه تعمل في اختها كده ابدا. زي ما قلت لك كده، اللي بتعمليه في اختك وبتعمليه مع اختك ولادك هيعملوه مع بعض. فركزي قوي في اللي بتعمليه، وخلي قلبك يتحرك كده، يعني حطي نفسك مكان اختك، حركي قلبك كده ومشاعرك عشان تبقي بني ادمه طبيعيه. انا لله وانا اليه راجعون. ده كان الكلام اللي عندي يا جماعه، وانتوا شايفين الوضع على حقيقته وعلى طبيعته. يعني تخرج حلميه ما خرجتش مره ظهر لزاهيه، بل كل مره بتخرج على زاهيه، وكأن زاهية عملت جريمة وأجرمت لما ظهرت حلمية على اليوتيوب. فعلا تحس ان انا بقى دايما اقول كده ان زاهية يعني عندها ذنب كبير قوي قوي، وظهور حلمية بيكفر. هي أجرمت فعلا لما، بس هي ما كانتش يعني عالمة الغيب، هي ما كانتش تعرف ان كل اللي بيحصل ده هتكون سببه حلمية، وهي عاملة ودن من طين وودن من عجين. ربنا يهديك يا حلمي، لأن والله اللي بتعمليه وتسببك في أذى أختك من يوم ظهورك لغاية دلوقتي، وانت عايشة في دور البلهاء اللي معتبرة ان قال ايه اختها اللي تأذيها بعد كده، مش هيروح عند ربنا، وربنا مش هينساه ومش هيعديه. اصل الامور دايما هي اللي ربنا بيبدأها، زي ما قلت لك كده، ربنا استغفر الله العظيم يا رب، ما هو الصغير هياخد كده الشواشي الاخرانية ويصيب اصل الموضوع. واصل الموضوع ان انتي سببتي في اذى اختك وضربتيها في اكل عيشها وما رحمتيهاش، ومش عايزه تتراجعي وتعملي اللي بتعمليه ده اخر. فان شاء الله ربنا هيكون عقابه لو استمريت وما حسيتش باختك وتبتي عن اللي بتعمليه، لان هو الموضوع كله اوله واخره انك تستراعي الطلعه دي وتسكتي اللي بيهاجموا اختك عشان اختك تشوف شغلها. كفايه قوي عليها ان هي طلعتك وكانت السبب في طلوعك على اليوتيوب، وسبب في الهبره اللي انت فيها دلوقتي. كفايه قوي عليها، ما يكونش بقى جزائها انك تضيقي عليها بالشكل ده بالقنوات اللي كلهم بيتكلموا قال ايه باسمك انت وعشان دفاع عنك. زي ما قلت كده، ربنا يهديكي قبل فوات الاوان وتفوقي من الغيبوبه اللي انت فيها، الفوقان اللي يخليكي ترحمي اختك وتحسي بيها وما تقبليش حد يقويكي عليها ابدا. ابو فهد ومراته والتانية اللي بيأجروا ناس عشان قال ايه بيدافعوا عنك، قال زي ما كنت واقعه في البحر وهيطلعوكي منه، وانت يا دوب بنتك خرجت من الباب من هنا طلعتي عملتي وصورتي الفيلم، مش هقول الفيديو، الفيلم اللي انت صورتيه ده، وكأنكم كنتوا قاعدين بتستنوا اللحظه بالظبط زي ما عملت نرامين بنتك مع خالتها وخالها مصطفى. مسجلين فيلم
ومجهزينه من قبل ما الدهب يوصل لها، وبعد ما راحت لخالها وجت الساعة 1 بالليل، ما ضيعوش وقت هي وابنك. يعني هم جابوا الساعة كده، هم اللي جابوها الساعة 1 ومش عارفة و10 ولا 18 دقيقة، وكانت طالعة على خالتها الطلعة المشؤومة والطلعة المشهورة في نفس الوقت، والذهب وعايزة تعمل منه حوار وتعمل منه موضوع في الوقت اللي خالها لغاية دلوقتي ما طلعش تسجيلها وهي بتاخد الذهب، لا على بس ولا على فيديو. حاجة ايه؟ احنا في ايه؟ في شيكاغو؟ احنا في البالو ولا في ايه بالظبط؟ يعني بتجهزوا نفسكم؟ انتوا بتخططوا دايما عايشين في ايه؟ في تآمر. هنعمل ايه؟ طب لو ما حصلش هنعمل ايه؟ وبتخططوا وبتنظموا وبتعملوا قبل الواقعة ما تحصل حاجة، ولما الواقعة تحصل في ساعتها ما بتضيعوش وقت. واللي زي ما قلت لك لغاية دلوقتي خالها مصطفى ما طلعش اللقطة او المشهد اللي كانت فيه بتاخد الدهب. اللي طلعت قال ايه؟ ان ما طلعهاش الساعة 1 بالليل، وبعد معاناة عم وصل لها دهبها ما طلعهاش الا اللي عمله خالها مصطفى، وان هو السبب في خروجها الساعة 1 بالليل. تطلع تعمل عليه الفيلم والأمثلة والرواية، رايتر ورواية في نفس الوقت. الرواية وبالرواية اللي روتها الساعة 1 بالليل وخا واقف يصورها ومنشكل، وهم كانوا من الأول مجهزين الفيديو اللي قبل كده وهم بيسلموا اللي بقولهم، بس كان على زاهية. يعني زي ما بقول لكم كده، انتوا عايشين بتخططوا ازاي تعملوا المؤامرة، ازاي هتعملوا ايه لما يحصل ايه. انتوا عايشين في تآمر على طول. في الاول عملتوا جهزتوا نفسكم بفيديو على زاهية لتوقعكم قال ايه ان هي مش هتديلكوا الدهب، فيعني عملتوا احتياط. ولما زاهية خيبت ظنكم ووصلت الدهب، والحاج مصطفى قال عشان اسلمه لازم يضمن حقه، طلعت بقى الساعة 1 بالليل. بقول لكم ما تضيعوش وقت زي ما انت عملت كده على طول. لو بنتك خرجت وانت طلعت انت وابنك بالفيلم الهندي اللي معتاد منكم في اي حركة بتحصل او اي هافوة ملهاش اي لازمة. اتقوا الله يا حلمية واعرفوا ان الله حق. والله زي ما قلت لك كده، ربنا بيمهل ولا يهمل. ربنا يهديكي وما تقبليش العيبة في اهلك وفي اختك من الاغراب اللي بيقووك عليه، وترفعي اذاكي عن اختك وتسكتي عنها القنوات اللي ضاربينها في رزقها، اللي كانت هي السبب في رزقك اللي بتاكلي منه والبن الوقت. ربنا يهديكي.